السلام عليكم يا جماعه. الحلقه دي انا ما حضرتلهاش قوي يعني ف ندخل على الحلقه. この番組はマーベラス TC エンタテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 انت ككائن بشري كريل هيومن بينج ربنا اداك عقل عشان تفكر بيه وتميز بيه. يعني انت اكيد دلوقتي وصلت لمرحله اللي انت بتفرق بين الولد والبنت، تعرف تفرق بينهم الف ب احياء. لكن في الانمي انت ازاي؟ لا انت ازاي نقول لك كده ولد وبنت على طول؟ لا لازم يعني تحس ان هم عشان شبه بعض قوي في اليابان فلازم يلخبطونا باي طريقه من الطرق. اول صوره هاكو من ناروتو في الحلقات الاولى في ناروتو. يعني انا كفان ناروتو حبيتها. يعني بنت حلوه، يعني صوتها جميل ووشها حلو، عينين جميله، شعر طويل، عندها اكيد عندها يعني كل مميزات الانثى فيها. ففجاه انت بقى تيجي تقول لي ان ده ولد. يعني انت كده الواقع. انت يعني انا نظرتي لنفسي هتبقى عامله ازاي بعد ما انا عرفت ان انا حبيت ولد؟ كورابيكا من هانتر اكس هانتر، انا مش عارف ده ولد ولا بنت ولا حكايته ايه. يعني شمر لنا دراع، يقلع علينا تيشيرت، ورينا اي حاجه، يعني اثبت لنا العكس. يعني احنا ظننا سيء، اثبت لنا العكس يا عم. يعني عيب كده. حاجه تانية، لو واحد دلوقتي عايز يعمل كوسبلاي هيعمله على اساس ايه؟ ما انا لازم اعرف. يعني افرض انا عملت الكوسبلاي دوت وطلع بنت في الاخر هيتحفل عليا. في فيت زيرو شخصيه اسمها سيبر، دي بنت اهي واهو. فانت لما تشوف وجه الشبه اللي بينهم ده تقلق. يعني انت كورابيكا ده طلع بسكليتة ولا ايه؟ قالوا كمان هانتر اكس هانتر عشان بس نبقى واضحين مع بعض. لو واحد صاحبك قال لك ان الوكا دوت ولد، مفيش غير استنتاج واحد، وان صاحبك دوت شاذ ولازم تسيبه باسرع وقت. يقول لك ده موقع مش عارف ايه بيقول لك ان الوكا ده ولد يا ابني، وموقع مش عارف انمي يقول لك لا ده ولد فعلا. طب انت فاسيه بتصدق اي حاجه كده؟ انت ماشي مع اي حاجه؟ طب يعني افرض حد مثلا جه قال لك ساكورا مفيده مثلا، هتصدقه؟ مش هتصدقه. يعني نفس النتيجه. في بقى انمي لسه شايفه من يومين تقريبا، دي يا معلم الشخصيه الرئيسيه بتاعته. اول حلقه انا لما شفته انا مش عارف الشخصيه دي ايه بالظبط، فده الرياكشن اللي انا عملته. ما تعرفش يعني ما تعرفش طب ده ولد ولا بنت. يعني نظره طلع ولد في الاخر، ما تعرفش ازاي بس هو طلع ولد. ففي حته في الاخر المدرسه بتقول له انا كنت فاكرك بنت، راح هو مكسوف بقى قول لها ما هما بيقولوا لي كده. ده انت دي وسعت بقى، ده انت عادي وبسكليت على الملأ حاجه في ناس بتقول لي اتكلم عن موضوع اللي هو الفانز من عالم اخر الجزء تاني. يعني انا هيجيلي شلل وتخلف عقلي عشان اعمل جزء تاني. هحاول والله.